كيسيه يا عيني يا عيني يا عيني. جوردي ألبا يسجل للبصة، لكن كيسيه صبر عليها وعملها له حلوة. التمريرة ايه؟ التمريرة بجول، التمريرة بهدف. وجوردي ألبا النهارده اهو اللي بيسجل اخر اهداف في الموسم الماضي. وادي امامنا هنا محاولة رافينيا حلوة المرة دي، حلوة يا رافينيا وجافي يسجل امامنا هنا. جافي يسجل هدف. الدوري يعني يقترب اكيد بصدارته من جانب برشلونة بهذه الكيفية، لكن تمريرة حلوة قوي وجافي يا عيني مسلول. كرة امامية، استلام جوردي ألبا، يا عيني على التايمنج بتاع اللاعب رافينيا رابع اهداف رافينيا. خلاص نفسه اتفتحت، صنع هدف وسجل هدف. لكن جوردي ألبا النهارده ايه؟ جوردي ألبا اللي عنده 33 سنة. خاض النادي الكتالوني مباراة ضارية مساء اليوم 5 فبراير مع نظيره أشبيلية على ملعب كامب نو معقل النادي الكتالوني، وانتهت المباراة بينهما بنتيجة 3-0 لصالح برشلونة، وعليه فقد أضيفت 3 نقاط إلى رصيده ليصبح رصيده الجديد هو 54 نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الأسباني. ومن الجدير بالذكر أن مباراة ريال مدريد وريال مايوركا قامت اليوم أيضا، وانتهت بفوز مايوركا بهدف مقابل لا شيء. أتمنى أن تدعموني بلايك واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله.